السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبأحسن حال. النهاردة كده هنعمل الفطير المشلتت بطريقة بسيطة وجميلة، طريقة فرد برضه بسيطة جدا إن شاء الله. كده أي حد هيعملها، مش محتاجة كده تعليم ولا أي حاجة كمان، والنتيجة جميلة جدا. طبعا كده هنعمل مفيش مكونات، هي مية ودقيق. معانا دي كمية الدقيق اللي معايا دي هتعمل لي فطيرتين كبار جدا كمان. دول حوالي يعني بالتقريب كده كيلو ونص دقيق ومية، عليهم كده معلقة سكر، عليهم كده ذرة ملح. بس دي المكونات. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبدأ كده نخلط ونجيب المية. طبعا المية عادي كده من الحنفية، مش يعني مش هيتعجن بمية دافية او ساقعة او اي حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ كده ننزل المية بشويش ونبدأ كده نعجن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كده طريقة بسيطة وجميلة جدا، وهتشوفوا النتيجة قدامكم بإذن الله يعني كده. بس كده الأول هنبدأ نعجن زي ما شفتوا كده، مفيش مكونات تقريبا غير المية والدقيق. طبعا كده هننزل بالمية بالراحة واحدة واحدة عشان العجينة ما تسيبش مننا، ونحاول كده نلم كل الدقيق كده. طبعا كده نعجن عجنة حلوة. طبعا كده شوية مية كانت تاني كده، وهنفضل نعجن فيهم كده لغاية كده لما نلم كل الدقيق ده، ونشوف هنحتاج تاني ولا مش هنحتاج. طبعا كده خلاص مش هنحتاج مية تاني، بس كده محتاجين نعجن كده عجنة حلوة كده، القوام حلو معانا. طبعا كده عجننا كده الفطير عجنة حلوة كده تمام. طبعا كده معانا العجين، هنبدأ كده نقسمه على اتنين كده متساويين قد بعض. زي ما قلنا هنعمل كده فطيرتين كبار، شايفين كده قد بعض هما الاتنين. طبعا كده هناخد كده اول كورة نشتغل فيها كده كويس. طبعا كده ومعانا صينية، الصينية دي مدهونة كده زيت، ونزلنا كده فيها اول فطيرة. طبعا ندهن كده وشها زيت عشان كده ما تنشفش ولا تشقق مننا. ونجيب كده التانية نشتغل فيها كده برضو كويس، وجنب اختها برضو كده. طبعا ما تخافيش مش هتلزق لان هما مدهونين زيت. وهندهن برضو الوش زيت عشان ما تنشفش. ندهن كده ما بينهم زيت طبعا بالشكل ده، وهنغطيهم كده بكيس بلاستيك، وهنسيبهم كده حوالي ربع ساعة او نص ساعة، الوقت المتاح عندك، يرتاحوا عبال كده ما نكون احنا جهزنا الحاجة اللي هنفرد عليها ونضفنا ايدينا. طبعا كده الفطير بتاعنا بعد ما ارتاح كده حوالي نص ساعة، طبعا كده مغطينه بورق جيلاتين او كيس بلاستيك اللي عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كده معانا الرخامة اللي هنفرد عليها، هندي كده رشة دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبدأ كده نجيب اول كورة، شايفين كده ريحة حلو معانا ازاي. طبعا كده هندي رشة كده دقيق من فوق. طبعا كده ومعانا النردانة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نفرد. شايفين كده اهم حاجة كده الفطير ده تريحيه عشان تعرفي تشتغل فيه، تاخدي كده منه نتيجة جميلة جدا. وهنفردها كده بطريقة بسيطة وسريعة ان شاء الله هتعجبكم. احلى واجمل فطير النهاردة هنعمله مع بعض بطريقة جميلة وسهلة جدا. طبعا دي كده الطريقة الأصلية للفطير المشلتت، وهتشوفوا النتيجة قدامكم. طبعا كده نفرد كويس، وخصوصا كده على الجوانب هنفردها كده فردة جميلة.
شايفين كده بتفرد وبتمط معانا ازاي، عشان هي كده معجونه كويس، وكده هي العجينه مظبوطه مش محتاجه ميه ولا دقيق. بس كده هندي رشه كده دقيق خفيفه، لا رشه كده دقيق خفيفه، ونبدا كده نلف على المردانه ونشتغل. طبعا دي النشابه دي الكبيره، المردانه الثانيه الصغيره اللي بنعمل بيها كده العيش الفينو وبنعمل بيها البيتزا. طبعا كده احنا لسه يعتبر مفردناش، انا هوريكم كده الفرده الجميله. طبعا انتوا لو ما عندكش كده حاجه تفردي عليها كبيره دي زي اللي عندي، ممكن كده تعمليها صغيرين تفرديهم برضو كده بالمردانه بتاعت البيتزا، مش هنوقف نفسنا على حاجه يعني. طبعا كده ونلف على المردانه، طبعا كده نلف على النشابه بتاعتنا ونفرد بكل سهوله على كل جنب. طبعا كده اسهل واجمل طريقه للفرد واحلى نتيجه للفطير الاصلي بتاعنا. طبعا هي كده كبيره جدا العجينه المفروده قدامي، بس كده الكاميرا مش جايباها كلها، هحاول اوريها لكم كلها كده ان شاء الله. طبعا نفرد كده ونرقق سمك رقيق جدا جدا على قد ما نقدر. مش عارفه الصوره وضحت لكم ولا لا، العجينه فردناها قد ايه ولسه بنفرد كمان، لسه كده مخلصناش فرد، خطوه خطوه كده مع بعض. اهم حاجه كده الجوانب ما تسيبيهاش سميكه، يعني كده تجيبي كده من جوه لبره، هتفرد معاكي بكل سهوله بالطريقه دي. طبعا كده لسه بنفرد، انت كده هتحسي ان هي صعبه، بس هي مش صعبه تماما، يعني هي مفيش اسهل من كده. انت كده لو هتعملي الفطير هتحبي الفرد بتاعه، هتلاقيه كده جميل، هتبقي كده عايزه تعملي كل يوم عشان تفردي. من كل جنب كده نفرد عشان تدينا كده نتيجه حلوه، ما يكونش كده معانا جنب سميك وجنب رقيق. اهم حاجه تريحي العجين بتاعك كويس وتفرديه برضه وتقصدي تعجنيه كويس، وما يكونش محتاج ميه ولا دقيق، تكون العجينه مظبوطه زي ما وريتها لكم كده. نفرد برضه كده تاني. شايفين كده العجينه بتاعتنا مش بتلزق اصلا، حتى لو ما فيهاش دقيق برضو، عشان هي كده معجونه كويس ومتريحه كويس. شايفين كده فردنا الفطير بتاعنا ازاي، شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين كده فردنا قد ايه. طبعا كده فردنا كويس، سمك رقيق جدا. معانا كده الزبده او السمنه اللي حابه تشتغلي بيه، بس هي كده لو زبده يعني، خصوصا كده زبده فلاحه تديكي كده طعم جميل وخطير، هتاكلي الفطير المشلتت كده على اصوله. وبرده لو سمنه مش هتقولك لا، بس هتفرق جدا في الطعم يعني. طبعا دي زبده اللي بفرد بيها كده، بس انت كده لو ما عندكيش زبده برضو حابه تعملي فطير بالسمنه برضو هيطلع جميل وحلو، مش هيقولك لا، بس كده ده هيديك الطعم الفلاحي الاصلي. اهم حاجه كده طريقه الفرد وتريحيه، باذن الله هيطلع معاكي احلى واجمل فطير. طبعا كده لازم طبقه الزبده بتاعتنا تكون كده حلوه زي ما انتوا كده شايفين. هنجيب كده اول جنب، طبعا ما تخافيش من اي قطع ولا اي حاجه، لان
اي قطع ولا اي حاجه، كله كده هيتدارى معاكي. طبعا كده لازم على كل الطبقات هنحط الزبده. طبعا هنجيب الجنب ده، طبعا كده هو رقيق جدا جدا. هنفرد برضو كده عليه الزبده بتاعتنا. شايفين كده الطريقه خطوه بخطوه، مفيش اسهل ولا احلى من كده كمان. هنجيب الجنب ده بالراحه. شايفين كده طراوه وجمال العجينه بتاعتنا. كل ما هتريحي تاخدي نتيجه فل ان شاء الله. نجيب الجنب ده اخر جنب كده. طبعا برضو هنفرد كده الزبده. طبعا هنبدأ نجيب الطرف ده بالزبدة كده اللي في ايدينا، مش هنحط تاني. والطرف ده كده هنجيب الطرف ده والطرف ده، هنعملهم كده على بعض. وهنجيب كده الصينية اللي احنا كنا حاطين فيها الاول، هنشيل منها كده التانية. طبعا هناخد دي كده هننزلها كده هنا في الصينيه، وهنغطيها برضو كده بورق الاسترتش بتاعنا، وهنركنها جنبنا عبال ما نشتغل في دي. هتكون دي ارتاحت وهتفرد معانا الفرده التانية بكل سهوله. طبعا كده الفتره التانية ما عملناش اي حاجه، دوبك كده رشه الدقيق من تحت والرشه كده من فوق. شايفين كده دي عشان ارتاحت اكتر. شايفين كده بايدينا، شايفين كده بتفرد ازاي. كل ده عشان ريحناها كويس. شايفين بايدينا كده، ومفيش كمان زيت تحت منها او سمنه او اي حاجه على الدقيق كده. شايفين بايدينا، شايفين لازم بس كل شويه كده نتاكد ان في تحت منها كده دقيق، او هتفردي بزيت. بس فرد الدقيق كده اسهل وبيفرد معاكي بسرعه برضو. شايفين كده برضو حته كده لو هتفردي بايديكي. شايفين دي عشان ارتاحت برضو. برضو كده هنجيب النشابة بتاعتنا ونبدأ كده نفرد. دي هتفرد معانا اسهل من الاولانية عشان دي ارتاحت كويس. طبعا انت كده عندك هتريحيها، ممكن كده حتى تريحيها ساعة كمان. بس لو انت في الشتاء، لو في الصيف ما تتأخريش عليها. طبعا احنا كده لو في الشتاء هنريحها برا التلاجة، لو في الصيف ريحيها في التلاجة، لان كده العجينة هتسيح منك في الصيف لو اتأخرتي عليها. شايفين دي طريقة الفرد دي جميلة عشان هي ارتاحت كده حبة حلوين عبال ما اشتغلنا في الاولانية. اهم حاجه كده الشغل عايز الراحه، عايز كده تشتغلي بالراحه مش لهوجه، تاخدي نتيجه جميله جدا. طبعا كده رشه الدقيق بتاعتنا. طبعا كده اللي يسمع من الاسم فطير لسه هعجن وهفرد وهلف والكلام ده، بس يعني حاجه سهله جدا جدا. هتلاقيه كده متعه عامل الفطير ده. بس تمشي كده على الخطوات مظبوطه. من كل جنب تفردي. وزي ما قلت اللي ما عندهاش حاجه كده كبيره تفرد عليها، تعملهم كده كور صغيرين، تعملهم برضو كده فطير من فطير صغير، برضو هتديك نفس الطعم، مش هيبقى فيه اي مشاكل.
شايفين كده الفرد والطريقة. طبعا كده ناخد من جوه لبره. شايفين كده الطريقة، طريقة سهلة جدا. شايفين كده بسم الله ما شاء الله. دي فردناها كده قد ايه وبسرعة كده عشان هي ارتاحت معانا كويس. شايفين طبعا كده ما تخافيش من اي قطع ولا اي حاجة، كله ده هيتدارى. بس كده شايفين الفرد والسمك رقيق جدا جدا. يعني كده انا الحاجة اللي بفرد عليها قدامي تيجي كده 1.5 متر. شايفين كده الفردة ولا احلى ولا اجمل الفطاطري كمان. طبعا كده معانا الزبدة، نبدأ كده ننزل بيها، نمسح كده بايدينا. في كل جوانب كده الفطيرة مسحة كده حلوة. طبعا كده هنجيب اول جنب. طبعا كده شايفين دي فرد كده كبير معانا، نزلت كده تحت الرخامة. طبعا كده شايفين الجمال والحلاوة. طبعا هننزل كده بالزبدة. شايفين كده الهوا ده اللي بيعمل لك كده التوريقة والجمال الفطيرة ده كده. يعني الشغل بتاعنا ناجح كده ان شاء الله بإذن الله. يعني طبعا كده ونجيب الجنب التاني. طبعا كده بالزبدة، بس يكون كده لو هتعملي بزبدة يكون نوع زبدة حلو، واللي كانت سمنة برضو كده يكون نوع سمنة حلو عشان كده تاخدي نتيجة جميلة. طبعا هنجيب كده اول طرف. نجيب كده الطرف الثاني. طبعا كده الفطير بتاعنا دي حجمها اكبر من حجم اللي عملناها قبل كده، بس اهم حاجة كده طبعا هنشيل الهواء ده عشان نعرف نشتغل. طبعا هنجيب الطرف ده والطرف ده، مسحة زبدة كده من اللي في ايدينا. طبعا انت كده في البيت هتشتغلي على راحتك، مش هيكون في جوانتي ولا اي حاجة. طبعا هنجيب الطرف ده والطرف ده. نمسكها كده نعملها كورة. طبعا كده خلاص شلنا الجوانتي. طبعا كده وهناخدها على الصينية ونغطيها بالورق ونجيب التانية نفردها الفردة التانية. طبعا كده شايفين دي اول وحدة عملناها وسيبناها ترتاح. شايفين تفرد كده بكل سهولة. دي الفردة التانية نفردها كده فردة حلوة بايدينا. لو احتاجنا كده النشابة برضو نشتغل بيها. طبعا ادينا كده رشة دقيق بسيطة وهنبدأ كده نفرد. بسم الله الرحمن الرحيم. بالراحة، مرة كده مرة كده عشان تطلع كده مدورة معانا وبايدينا. طبعا كده معانا الفرن بنسخنه عشان نخبز فيه الفطير بتاعنا. طبعا كده لازم نتأكد ان هي مش لازقة عشان ما نفردهاش كده وتتلخبط مننا، نيجي نشيلها نلقاها لازقة. طبعا كده بالراحة. طبعا كده بنفرد. شايفين تفرد كده بكل سهولة. طبعا كده نفرده على الجوانب عشان كده الجوانب ما تبقاش سميكة معانا، عشان كده نحط احلى واجمل فطير. وزي ما قلت كده الفرن معانا سخنة
هنبدأ نخبز الفطير بتاعنا ونفرد التانية. طبعا كده فردنا التانية. طبعا كده هنبدأ نسويهم. شايفين كده فقاعات الهواء دي كده، يعني العجينة ارتاحت حلوة وجميلة. بس كده هنسوي. طبعا كده لفينا الفطيرة بتاعتنا على النشابة. طبعا كده ومعانا فرن سخنة. هنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم نفرد كده الفطيرة بتاعتنا بالراحة وبكل سهولة، ونسيبها كده تستوي وشها كده يتحمر. طبعا احنا ما دهناش وشها لا زبدة ولا قشطة ولا اي حاجة الكلام ده كله، عشان احنا فاردينها كويس واخدة الزبدة بتاعتها كويس جدا. هتطلع كده هي لوحدها ذهبي وبتلمع. شايفين كده بسم الله ما شاء الله. شايفين كده نفخة الفطيرة بتاعتنا، عشان كده احنا مشتغلين فيها كويس ومريحينها كويس. وشايفين كده جمال اللون من غير ما دهنا زبدة ولا سمنة ولا قشطة ولا الكلام ده كله. شايفين كده الجمال والحلاوة. شايفين كده النفخة حاجة كده اللهم بارك. طبعا احنا كده هنشيل دي وهنبدأ نسوي التانية ونشوف الاتنين مع بعض. طبعا كده معانا التانية. طبعا كده بالراحة لفيناها على المردانة ونبدأ كده نفرد بالراحة. طبعا انت كده لو ما عندكش فرن كبيره زي دي هتعملي ايه؟ تعملي نفس الطريقه بس تعملي كده فطير صغير وتحطيه كده في صينيه البسبوسه وتدخليه في فرن البوتاجاز، هيطلع حاجه جميله جدا كمان. طبعا كده شايفين الفطيره بتاعتنا التانية بسم الله ما شاء الله، عشان هي ارتاحت اكتر. شايفين كده ارتاحت في المره الفرده الاولى والفرده الثانيه نفخت كده معانا ازاي بسم الله ما شاء الله، واخده كده اللون الذهبي الجميل. كده هنبدا نشيلها من النار. طبعا كده شايفين بسم الله ما شاء الله. شايفين كده الفطيره بتاعتنا. شايفين قد ايه فطيره كده عائليه تكفي عيله بحالها. شايفين كده اللون من تحت كمان. شايفين كده طراوه الفطير بتاعنا. شايفين لسه كده خارج من الفرن كمان. يعني كده انت لو غطيتيه كده عندك بغطا هيطرى اكتر من كده. شايفين الطراوه. شايفين بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كده الجمال والحلاوه بتاعت الفطير بتاعنا. نشيل كده قطعه بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كده بسم الله ما شاء الله. شايفين الفطير بتاعنا. شايفين الورق بتاعه والتوريقات. شايفين حاجه كده جميله جدا. شايفين الجمال والحلاوه حاجه كده اللهم بارك. شايفين كده الفطير ده الفطير كده المشلتت اللي على اصوله. شايفين كده ازاي. شايفين بسم الله ما شاء الله حاجه كده جميله جدا. شايفين كده التوريقات. شايفين حاجه كده جميله جدا. يعني جربوه بالطريقه دي حاجه كده مفتخره. والفطيره شايفين كده حجم الفطيره. شايفين كده الحجم قد ايه. حاجه كده يعني جميله تفتح النفس على الاكل فعلا. يعني المنظر مش محتاج كلام بيتكلم عن نفسه كده لوحده. وكده يعني حاجه كده يعني تشهي على الاكل. شايفين كده الطبقات بتاعنا رقيقه ازاي. شايفين اهم حاجه تريحي الفطير كويس وتشتغلي فيه كويس. تريحيه في المرتين تاخدي كده نتيجه جميله جدا زي ما انتوا كده شايفين. طبعا احنا كده مش محتاجين غير حاجتين، حته جبنه وشويه عسل ابيض او اسود عليهم. كان لو عسل اسود كده طبعا عليه طحينه، لو عسل ابيض ما عليهوش اي حاجه. حته كده جبنه بيضه جبنه قريش اللي حابه تاكلي بيه، وناكل احلى واجمل كده فطير. يعني كده الفطيره شايفين كده من منظرها وحجمها. وزي ما قلت اللي حابه ما عندهاش الفرن زي اللي عندي دي كبيره تعمل كده صغير وتحطه كده في صينيه البسبوسه وتدخله الفرن، هتطلع نتيجه اجمل من دي كمان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.